ازيكم عاملين ايه؟ شفت كده بوستات على موضوع ان في شهداء لجمهور النادي المصري. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة. انا كنت هناك وشاهد عيان اللي حصل. اتحكم بالاعدام، وبعدين الناس طلعت على السجن. استشهد ضابط، واستشهد قوات من افراد الشرطة. وبعدها البلد تحولت لساحة حرب. الناس وهي في البلكونات وهي ماشية في الشارع كان بيتضرب عليها نار. لا ليهم علاقة بالكورة ولا هم جمهور ولا أي حاجة. الناس اللي ماتت كانوا سيدات وكانوا بنات وكانوا شباب ورجالة ملهمش أي ذنب. ناس أبرياء. يعني مش مطلوب خالص إن أنت تقول إن الناس دي راحوا هاجموا السجن واتقتلوا، لأ. الناس دي ما راحتش هجمت السجن واتقتلت. الناس اللي ماتت في الشوارع، لدرجة ان الناس دي ماتت وهي بتشيع الجنازة. يعني اللي حصل ان يعني مثلا عدد 15 نفر ماتوا، راح الناس تشيعهم، مات اكتر من 35. انت متخيل ان ضربوا نار على الجنازة؟ دي كانت عملية ممنهجة ملهاش أي علاقة لا بكورة ولا ليها علاقة بالحكم. هي الشرارة بس بدأت والبلد كلها اتقلبت. الضرب كان بيجي من الأسطح من كل اتجاه. أنا في الوقت ده كنت قيادية في حزب الدستور وبشتغل سياسة، وعملنا قوافل طبية وعملنا مسيرة وعملنا كل حاجة. فالمعلومة اللي أنا بقولها لك هي المعلومة الصح. الناس اللي ماتت دي ناس أبرياء ملهاش أي علاقة بكورة، وما ينفعش ان هي تتحط جنب ال 74 ولا تتحط جنب ال 22، لان دول مواطنين عاديين خالص، وماتوا زيهم زي كتير من احداث الثوره اللي كانت بتحصل، زي احداث محمد محمود، زي مجلس الوزراء، زي كل الاحداث اللي كانت بتحصل ايام الثوره. فما لهمش اي علاقه بجمهور المصري خالص، وربنا يرحم الجميع يا رب.